انا هجري كده؟ ركز 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 زي ما انت هجري. ايوه بقى، اهم حاجه بالنسبه لي ان انا ما ابصش تحت. لأول مرة في مصر ولأول مرة في حياتي تجربة الطيران من فوق جبل الجلالة. احنا كده على اول طريق العين السخنه. العين السخنه تعتبر اقرب مكان ساحلي للقاهره. من القاهره للعين السخنه 99 كيلو بالظبط، فهي اقرب مكان، وفي نفس الوقت الطريق بتاعها يعتبر من احسن الطرق في مصر. هنتحرك من هنا ونطلع نجرب تجربه الطيران. في ناس كده كيفة عين السخنة. الطريق منه هو طريق حلو جدا ومن الطرق المنظمة جدا، فهتلاقي عليه الناس بتطلع اللي عندهم هواية البايكنج بيطلعوا بالموتوسيكلات، والناس اللي عندها هواية السايكلينج اللي هي ركوب العجل بيطلعوا من القاهرة للسخنة بالعجل ويرجعوا بالمواصلات. ففي نشاط كتير هنا، ولكن احنا نشاطنا مختلف شوية النهارده. وصلنا عند مطلع الكورنيش الجبلي. هنطلع 3000 قدم فوق سطح البحر اللي هو خليج السويس علشان نجرب الطيران فوق جبل الجلالة. النهارده مع سكاي سبورتس، وهم اول شركه مصريه بتدخل الرياضات دي في مصر. عمار هو رئيس مجلس اداره سكاي سبورت. انت طيار وبتعمل قفز مظلات، يعني في اكتيفيتيز كتير جدا في الشركه واكتيفيتيز كتير انت اصلا بتعملها. ازيك يا هادي؟ الحمد لله على السلامه. وشرفنا طبعا مع شركه سكاي سبورتس، اول شركه مصريه شباب مصريين دخلنا الرياضه دي في مصر من سنه 2017. عملنا بطولتين عالم في الباراموتور في مصر، وده كان حدث عالمي عن طريق الاتحاد الدولي وجميع دول العالم اللي شاركت والمصريين، وحصل ابهار تام بالطبيعه بتاعه مصر يا هادي. هنا انا طبعا مش بتكلم على السخنه، انا بتكلم على مصر عامه. 27 محافظه. احنا كنا بنشتغل في بطوله العالم دي في الفيوم. كان طبعا منظر طبيعي رهيب على بحيره قارون، بزياده السكاي دايف القفز وفوق الاهرامات. ده طبعا كان حدث تاريخي، يعني كان تقريبا من المرات القليله جدا ان اي حد في العالم نفسه يجي ينط فوق الاهرامات، الحضاره اللي هي 7000 سنه، ويقول انا نطيت فوق الاهرامات. تمام. انا طرت باراموتور فوق الاهرامات. الطبيعه عندنا في مصر والمناظر السياحيه خلابه جدا وجميله جدا، بتستقطب كل الناس، وخصوصا السياحه الرياضيه اللي احنا فيها. اكيد. هنا احنا هنعمل ايه بقى هنا؟ اول حاجه احنا في اعلى منطقه فوق جبل الجلاله، 3000 قدم في العين السخنه. طيار المحترف بيبقى معاه الشعاع بتاعه ويجري ويطير من فوق الجبل، يجري ويروح طاير مستمتع بكل الوقت ده اللي هو حوالي من 20 ل 30 دقيقه فوق الجبل او فوق الميه. تمام. لغايه ما ينزل على احدى الشواطئ. واحنا دايما بنختار مدينه الجلاله الجديده، قمه في الجمال والروعه والامكانيات. انت عشان تجرب كده انت ممكن تجربه وانت ما عندكش خلفيه عن اي موضوع للطيران. هم 3 دقايق انا هكلمك فيهم عن الموضوع. هتركب مع الطيار، انت هتلبس هارنس تقعد فيه، والطيار برضه نفس الهارنس، ومعاكوا الشراع اللي بيشيل 2 اللي هو الطيار المحترف اللي بيقوده، وانت بس قاعد قدامه بتصور نفسك، بتتفسح، بتستمتع بكل المناظر الخلابه دي. خلينا بقى ايه نجهز ونجرب التجربه ونفرجكم عليها. تحياتي وتحيات سكاي سبورتس.
خبرتي في الحاجات دي ان انت ما تفكرش، تجري وتنط. وهنا الميزه برضو ان الجبل ايه مش ايدج كده، يعني مش شايف تحت الارتفاع كامل، لا انت هنا الجبل نازل تدريجي، فانت شايف الارض قريبه منك وبعدين قريبه وبعدين قريبه، فالموضوع برضو ايه يعني لذيذ. خلينا نشوف. هنستعد. انا هجري كده؟ وما توقفش الا لما الطيار يقول لك خلاص اقعد في الهارنس. اوكي تمام. اللي احنا لابسينه ده كده اسمه الهارنس، وهو زي كرسي بيتربط في الطيار اللي هو بيكون مسؤول عن قياده اللي احنا راكبينه. الشراع. الباراجلايدنج. الوينج. هنجري على الحافه دي كده لغايه ما ايه تلاقي بتبدل في الهواء، تعرف ان انت وصلت كده خلاص. الراجل هناك ده تعالوا نتفرج عليه نشوف هو هيعمل ايه. واحد يعني يحب دايما يطلع اول واحد عشان ايه ما يشوفش تجارب الاخرين ويتصدم على طول. ده انا فالدور علينا، ربنا يسهل. انا عايزك دلوقتي تقول لي شعورك ايه وانت لسه هتاخد التجربه الجديده عليك الجميله دي والادرينالين رش اللي انت هتكتسبه. بص قول لي شعورك دلوقتي، وان شاء الله بعد ما تنزل بالسلامه وترجع لي تاني عايز برضه تقول لي نفس الشعور عامل ازاي. من ساعه ما كلمتني امبارح بالليل قلت لي احنا هنطير بكره، وانا بدات احس باحساس كده اللي هو فاهم قلبك كده شغال. انا عارف اللي انت بتتكلم عليه ده. كلنا بنخاف، مفيش حد ما بيخافش. ايوه. بس القوي بقى يصاحب الخوف يسيطر عليه. انا عن نفسي تتمتع بالادرينالين اللي انت بتستمتع. انا عن نفسي بسيب نفسي يعني. باراجلايدنج انا جاهز. بين الخياطين. انا خايف عليك. انت عايزها بين الخياطين. لا بقول لك ايه، انا كابتن ياسين طيار اللي هيظبط. الوزن التقيل ده المفروض بيثبت الطياره. بس بيبقى ليه معادلات معينه. مثلا هنا انت لازم تركب الرايزر، ما تركبش هنا مثلا. الوزن ما يبقاش انت نازل فيه. ميزانيه الهواء لان الشراع ده بيعتمد على، يعني انا مش عايز افتي بس هو بيعتمد على حاجه. بيعتمد على الهواء. ياسين ركز. زي ما انت ايوه اجري. ايوه بقى كده. طلعت الثانيه من كابتن طيار ياسين طار بينا من فوق جبل الجلاله ونازلين. انا وكابتن ياسين طايرين من ارتفاع 3000 قدم، وما اقولكش بقى على الجو ده لو انت سامعني. طبعا يعني احساس ان انت طاير ده ما اقولكش، شويه ادرينالين رش في النط اصلا في الاول حاجه رهيبه. طبعا يعني الكابتن ياسين عادي لكنه قاعد في البلكونه، ما عندوش مشكله. خلاص كده شغلنا نظام الاوتو بايلوت. الناس بتصبح علينا. لازمك بقى دمرتهم. انا مش عارف ارد عليكم.
اهو اروح فين؟ انزل. انت يوتيوبر؟ محمد هادي تقريبا. ايوه. ويعني حابين نشكر الكابتن طيار ياسين علشان ايه هو اللي طار بينا وظبطنا وعمل لاندنج احسن طريق في العالم. المصريين سقفوا يا جماعه، سقفوا للكابتن ياسين. انا بشوف فيديوهات ايه يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم والتجربه عجبتكم. انا عن نفسي مبسوط جدا بالتجربه، اشجع اي حد ان هو يجي يعملها، وان حاجه زي كده تكون موجوده في مصر كانت حاجه ناقصه من زمان جدا، من يا دوب من 3 سنين بدات تخش ودلوقتي بقت بصفه دوريه هنا في الجلاله تقدر تيجي تعمل الاكتيفيتيز دي. دايما الناس بتسالني على الاسعار، فسعر التجربه اللي احنا عملناها اللي هي الباراجلايدنج دي 1800 جنيه والبارا موتورز ب 2000 جنيه. هسيب لكم تحت في الديسكربشن وفي اول كومنت لينكات سكاي سبورتس علشان لو اي حد عايز يتواصل معاهم واي حد عايز يعيش التجربه، فعيشوا التجربه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. الفيديو ده عجبكم ما تنساش تحط لايك وتكتب كومنت تقول تحب نروح فين في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. يعني الفيديوهات الجايه بفكر اروح الغردقه والساحل بقى ناحيه البحر الاحمر. احنا دلوقتي نعتبر برضو يعني ناحيه البحر الاحمر، يعني احنا الجلاله دي تعتبر من سلسله جبال البحر الاحمر. احنا بدانا بالعين السخنه وان شاء الله نكمل بقى ايه على باقي البحر الاحمر. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام. طبعا عايزين نشكر مايكل سبيرو، راجل يعني ايه هو اللي مصور الفيديو كله وعمل شغل جامد قوي، ومن غيره الفيديو ما كانش هيطلع بالشكل ده. اللي ما يعرفش مايكل، فمايكل هو يوتيوبر مصري وبيهتم بالكاميرات والتصوير وفلوجات برده، وراح اماكن في مصر حد شرحها قبل كده. هسيب لكم لينك القناه بتاعته. ما تقول حاجه، قول ايه؟ يعني دعونا نوصل هذا المقطع ل 20000 لايك، 500,000 لايك. اللي بداش لايك يدوس لايك. سلام يا مايكول. سلام.